ازيكم يا حبايبي؟ النهاردة هحكيلكوا حكايتي اللي وجعت قلبي وخلتني أعيد حساباتي في كل حاجة. أنا نادية، ست في أواخر التلاتينات من عمري. من يوم ما جوزي مات وأنا بعيش في فراغ كبير. كرست حياتي لبنتي الوحيدة، وكنت ليها الأم والأب. ما فكرتش أتجوز تاني. كان كل همي إني أربيها كويس وأأمن لها مستقبلها، والحمد لله كبرت بنتي واتجوزت من معاش جوزي اللي كان مكفينا وزيادة. بس بعد جواز بنتي بقيت لوحدي في بيت كبير وساكت. الحيطان بتحاصر أنفاسي والصمت بقى يوجع وداني. كل يوم شبه اللي قبله، روتين ممل. فنجان قهوة في البلكونة الصبح، وبليل ذكريات بتمضغ اللي فاضل من روحي. كنت بقعد في البلكونة كل يوم، مش مستنية حاجة، يمكن كنت بدور على أي علامة تخليني أحس إني لسه عايشة. لحد ما في يوم شفت شاب واقف في البلكونة اللي قصادي، عينه عليا. في الأول طنشت، يعني إيه اللي هيخلي شاب صغير يبص لست في سني؟ بس نظراته كانت متكررة، فيها فضول وتعاطف مش أكتر. اتلخبطت، وفي يوم دخلت بسرعة وقفلت البلكونة، بس فضلت أراقبه من ورا الستارة. شفته بيدور عليا بقلق. وقتها حسيت إن اهتمامه حقيقي. تاني يوم خرجت، فلوحني وقال: أنا آسف لو أزعجتك، كنت بس عاوز أطمن عليكي. رديت عليه بابتسامة خفيفة: شكرا ليك، أنا بخير الحمد لله. عدى يومين ما خرجتش فيهم البلكونة، وفجأة سمعت خبط على بابي. كنت مترددة، بس لما فتحت لقيته هو، مصطفى، واقف قدامي ومعاه بوكيه ورد بسيط. قال لي وهو قلقان: أنا آسف لو ده ورد مش مناسب، بس قلقت عليكي لما ما شفتكيش. دعيته يدخل وشكرته على ذوقه. قعدنا واتكلمنا، وسبحان الله حسيت براحة ما حسيتهاش من سنين. حكالي عن يتمه وإنه عايش مع جدته. حسينا إننا بنتقاسم نفس الشعور، شعور الوحدة. بقى يجي ليا كل يوم، ناكل سوا، نضحك، نحكي. البيت بقى فيه روح تاني. بقيت مستنية زيارته على نار. ما كانش بينا غير علاقة إنسانية نقية، زي أم وابنها، أو صحاب بجد. في يوم جه وهو تعبان جدا، حرارته عالية. اعتنيت بيه زي ما أكون أمه فعلا. عملت له شوربة واديته دواء. ولما فاق بصلي وقال: انتي أجمل حاجة حصلت لي. مش عارف أرد لك الجميل ده ازاي. سألته وأنا متأثرة: ليه أنا يا مصطفى؟ أنا في سن أمك. رد عليا بكل صدق: أنا شفت فيك الحنية والأمان اللي عمري ما حسيت بيهم. مش ببص لعمرك، أنا ببص لقلبك اللي حضني. وقتها حسيت إني لسه ليا قيمة. رجعلي مصطفى إحساس بالحياة كنت نسيته. عدت 4 سنين بالشكل ده، وكانوا أجمل سنين عمري. لحد ما جه اليوم اللي اتغير فيه كل حاجة. قال لي إنه هيسافر شغل شهرين. زعلت، بس حاولت أظهر له القوة وشجعته يمشي ورا مستقبله. عدى شهر واتنين وتلاتة ومرجعش. رجعت الوحدة تاني، بس المرة دي كانت أقسى وأوجع. بعد 6 شهور رجع مصطفى. دخل عليا وشاف وشي اللي بقى شاحب. قعد جنبي وقال لي بصوت متردد: نادية، أنا عاوز أقولك حاجة. أنا اتعرفت على بنت وهتجوز. كأن حد طعن قلبي بسكينة، بس اتملكت نفسي وقلت له بصوت هادي: ده حقك يا مصطفى، ألف مبروك. كان لي إنه مش هينساني وإنه هيجي يزورني، بس أنا كنت عارفة حاجة جوايا اتكسرت للأبد. تتجوز مصطفى وسكن في الشقة اللي قصادي. كنت بشوفه مع مراته الجميلة وقلبي بيتقطع. لا كنتش بغير منها كأنثى، أنا كنت بغير على الاهتمام اللي راح، على الصداقة اللي كانت هي كل عالمي. كان يقول لي صباح الخير لو شافني ببرود، كأني جارة قديمة. وفي يوم عرفت إن مراته حامل. وقتها خدت القرار، قررت أمشي. ما قدرتش أستحمل أكتر. ما ينفعش أعيش وأعذب نفسي كل يوم بمنظره مع مراته. بعت شقتي ونقلت في حتة تانية بعيدة ما يعرفنيش فيها حد، ورجعت تاني لنقطة الصفر، وحيدة من جديد. بس المرة دي معايا ذكرى جميلة في نفس الوقت. ذكرى شاب رجع ليا الحياة، وبعدها سابني أواجه الموت البطيء لوحدي. دي كانت حكايتي. شاركوني رأيكم في الكومنتات. هل قراري إني أمشي كان صح